الجلابية المصرية أو اللي بنسميها التونيك هي مش حديثة أو مش حاجة جديدة، والصعيد والقاهرة وجه بحري وجه قبلي. لا، الموضوع ليه تاريخ قديم وليه عادات وتقاليد مصرية فرعونية. فمن داخل متحف مصر بترين هوريكم التونيك المصري لسه محتفظ بكل تفاصيله. هي تميل للجلابية الاسكندراني شوية والفلاحي أكتر، بس خلينا نشوفها كده عن قرب. تم اكتشافه في سنة 1911 وبيعود للأسرة الخامسة أو الأسرة السادسة 2435 قبل الميلاد. احسبوا بقى، ده كمان تاريخ تقريبي وليس التاريخ الحقيقي، يعني هو تقريبي لأن التاريخ كله معتمد على التقريب، فهي حاجة تقريبية. الجلابية المصرية